السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل الكيكة اليومية القمر دي. كيكة اقتصادية جدا. هنعمل 3 قوالب كيك ببيضة واحدة بس. كيكة بالبرتقال هنعملها في الخلاط. عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها حاجة كده تاخد العقل. بجد طعمها تحفة جدا. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس بفكرك اعملي لي لايك وشير كتير للفيديو وكمان اشتراك في القناة. فعلوا جرس الإشعارات اللي تحت الفيديو، اختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. وما تنسوش تسيبوا لي تعليق حلو زيكم، تقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبشفشق الخلاط هننزل ببرتقانة. جبت برتقانة قشرتها كويس وشلت كمان من عليها القشرة البيضة. القشرة البيضة دي بتمرر البرتقان، خلي بالكم. هبدأ أقطع بقى البرتقانية بالشكل ده، وهنزل عليها بكوباية من المية. هنا البرتقانة هشغل عليها الخلاط لمدة دقيقة الأول قبل ما أنزل ببقية المكونات. وخدوا بالكم إن البرتقانة مش هنصفيها. أيوة مش هنصفيها، اعملي البرتقانة كده من غير ما تصفيها، وبجد هتشوفي نتيجة وهتشوفي طعم ما كنتيش تتوقعيه أبدا في كيكة البرتقال. هنا بقى بعد ما ضربت البرتقانية لمدة دقيقة مع كوباية المية، نزلت ببيضة كاملة بدرجة حرارة المطبخ، ونزلت كمان بفانيليا وممكن ما تضيفيش الفانيليا. تمام. نزلنا كمان بكوباية من السكر الحبيبات، وهننزل كمان بنص كوباية من الزيت، كل ده والخلاط شغال. هنا بس انا عليت السرعة بتاعة الخلاط، وهسيبه بقى شغال لمدة دقيقتين 3 كده لحد كل المكونات ما تندمج كويس، وكمان اتأكد ان السكر داب. هنا بقى كنت اخدت القشرة بتاعة البرتقال وبدأت افرمها كده في الهاند بلندر او في مطحنة الخلاط. لما تيجي تفرميها طبعا مش هتتفرم معاكي بسهولة، فضروري ان انت تدخليها الفريزر على الاقل ربع ساعة. وبعد كده لما تيجي بقى تفرميها هتتفرم معاكي بسهولة. اخدت منها معلقتين صغيرين من قشر البرتقال ونزلت بيهم على بقية المكونات. تمام. تعالوا بقى ندخل 3 كوبايات من الدقيق، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من النشا، وعندي باكو كامل من البيكنج باودر كيك شيف، وهننزل عليهم كمان برشة ملح صغيرة علشان تاخدي نتيجة حلوة قوي والكيكة تطلع معاكي هشة مرتفعة. انخلي الدقيق اكتر من مرة. تمام. نزلت كده كمان برشة صغيرة من الملح، وهنبدأ بقى ننزل بالمكونات السائلة اللي موجودة في الخلاط. بصوا بقى اللون، شايفين اللون تحفة ازاي؟ طبعا القشر بتاع البرتقال او التفل بتاع البرتقال ملوش اي اثر ابدا، اختلط وامتزج كده مع بقية المكونات. هنبدأ بقى بالمضرب اليدوي وهبدأ اخلط بالشكل ده. طبعا الكيك ما بيحبش التقليب الكتير، احنا بس يا دوب بنخلط كده كل المكونات مع بعضها. اهم حاجة ان ما يكونش فيه اثر للدقيق، وما يكونش فيه اي تكتلات في عجينة الكيك. تعالوا هنا بقى الخطوة المهمة جدا. هنجيب ربع كوباية من المية المغلية، المية تكون مغلية. تمام. هنزل عليها بربع معلقة صغيرة من الكربوناتو اللي بنضيفه للطعمية. وعندي هنا على عجينة الكيك نزلت بمعلقتين كبار من الخل. وهنبدأ ننزل بقى بالمية المغلية بربع معلقة الكربوناتو. هيحصل فوران كده وتفاعل. التفاعل ده فعلا بيخليلك الكيكة هشة وطرية، وما يخليهاش تفرول أبدا حتى لو قعدتها برا التلاجة. تمام. تقلبتين بس كده وده بيكون القوام المظبوط للكيك. تعالوا بقى للتسوية. تقدري طبعا تسويها في صينية أو في قارب ألمونيوم زي ما انت عايزة، بس أنا النهاردة هبدأ أسويها في القوالب الفويل دي. القوالب دي موجودة عند كل الناس اللي بتبيع مستلزمات الحلواني، وكمان سعرها مش غالي أبدا. كنت جايبة القارب ده تقريبا بجنيه وربع. تمام. هبدأ بقى أوزع كده خليط الكيك في ال3 قوارب. عايزة الكيكة تكون مرتفعة قوي، نزليهم في قربين 2 بس مش 3. تمام. أخليت كده معلقتين بالظبط، وهنزل عليهم بمعلقة من الكاكاو الخام الأسباني، وكمان معلقة كده من عصير البرتقال أو حتى معلقة من المية. وهبدأ أقلبهم بالشكل ده في كيس حلواني بقى أو في كيس تلاجة، وهبدأ أنزلهم. وهنبدأ نعمل أشكال كده على وش الكيك. هنا بقى بخلة شيش طاووق أو حتى بشوكة، وهنبدأ
نعمل حركات دائرية كده في الكيك، وده اللي بيخلي الكيكة ما يبقاش فيها فراغات بعد التسوية. هنا بقى هبدأ أعمل كده أي أشكال انت عايزاها على وش الكيك. هبدأ أعمل كده خطوط بالطول وبعد كده خطوط بالعرض. يعني القارب ده كده هعمله على شكل مربعات، وبقية القوارب بقى هعملها بأي شكل تاني. نسيت بقى أقول لكم إنه مهم جدا إن القوارب دي ما تدخلهاش الفرن كده مباشر، لازم تكوني حطاها على صاج زي ما أنا عاملة كده بالظبط. أي صاج فرن عندك أو حتى أي صاج قديم، وهتبدأي ترصي عليهم القوارب الفويل دي. تمام. هنا بقى كنت مولعة الفرن وظابطة درجة حرارته على 180 الرف الوسطاني. مهم جدا ان الكيكة تدخل على فرن سخن الاول. انا بسخن الفرن قبل ما ادخل الكيكة فيه لمدة 5 دقايق. تمام. الكيكة بدخلها على الرف الوسطاني، النار بتكون شغالة من تحت بس، ما بولعش شواية ابدا للكيك. هتاخد معايا قد ايه؟ تاخد معايا في حدود من 30 ل 35 دقيقة على حسب درجة حرارة فرنك. تعالوا بقى هنا بعد ما عملت كده اشكال بالشكل ده، هجيب خلة الشيش طاووق برضو وهبدأ اعمل فيها كده خطوط بالطول رايح جاي. تمام. تعالوا بقى لما ندخل الكيكة بتاعتنا القمر دي على الفرن. ولو وصلت معايا لحد هنا من الفيديو كملي معايا الفيديو للنهاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اللايك مهم جدا يا بنات للفيديو بجد، هو اللي بيخلي الفيديو اليوتيوب يقترحه ويظهر لأكبر عدد من الناس. تعالوا بقى ندخل الكيكة بتاعتنا على الفرن. طبعا اخدت معايا زي ما قلت لكم 35 دقيقة بالظبط على درجة حرارة 180. هنا بقى بيكون اللون بتاعها بالشكل التحفة ده. عايزة اقول لكم التسوية بتاعتها بجد حلوة جدا. سبتها بس لحد ما بدأت تبرد كده معايا شوية، وهنبدأ نقلبها من القوالب علشان ما تعرقش. بصوا بقى قد ايه طرية، شايفين كمان التسوية بتاعتها تحفة جدا. عايزة اقول لكم ان القوارب الفويل دي التسوية بتاعتها فعلا للكيك جميلة جدا. اهم حاجة انك تكوني برضو مغلفاها كده بالدقيق، تدهنيها برضو الاول بمسحة من الزيت وتغلفاها بالدقيق زي ما بنعمل في القوارب والصواني الالومنيوم بالظبط. بس كده سبتها بقى لما بردت، وهنبدأ بقى نقطعها وشوفوا الجمال. وعايزة اقول لكم ريحتها قلب الدنيا. ريحة الكيكة بالبرتقال بجد غير عادية. كيكة هشة جدا وطرية وكمان مرتفعة. المسام بتاعتها حلوة قوي، مع كوباية شاي بقى الصبح كده او بالليل في الروقان. عايزة اقول لكم بتبقى من الحاجات الجميلة جدا. في علبة بقى كده وحطيهم في التلاجة، وبجد تحفة جدا. كمان حتى لو خلتيها برا التلاجة، الكيكة دي ما بتفرولش ابدا، ما بتبرولش كده، يعني بعد يوم او اتنين بتتن كده محتفظة بالطراوة بتاعتها. حلوة بجد. جربوها بقى بالطريقة دي وبالمقادير دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. كل المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف وشوفوها. ما تنسوش تسيبوا لايك وشير كتير للفيديو، وكمان اشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.